إنما where I truly get inspired is nature. و most fashion designers ناس كتير قوي مش عارفة المعلومة دي بس a lot of most fashion designers يعني بيجيبوا ال color combinations بتاعتهم من ألوان السمك. صح. ومن هنا this is how we know إنه ال purple بيليق مع ال green with the different shades because it's all in the fish. دي حقيقة. So احنا نفسنا اصلا كمصنعين مصريين we always get inspired by nature. يعني معظم الأقمشة بتاعتنا بتلاقي ان هو اللون طلع من حاجة معينة في الطبيعة whether it's the grass أو السماء أو لون الشمس. درجة الصفار معينة مظبوط هي محورية جدا صح بس طبعًا. في درجة معينة تبيع وفي درجة معينة تفشل. صح. نفس الحاجة في لون الأخضر. يعني انت عندك الأخضر ده بالذات أوضة زي اللي احنا فيها دي ممكن حد يقعد فيها يحس ان هو مخنوق او اللون غريب شويه وفاقع قوي لكن اوضه زي دي اعتقد ان هي فيها نوع من الراحه النفسيه ان انت تبقي قاعده في الاوضه لونها منت وفيها كده صح. يا عارفه يا شين what you're saying is interesting في ايه وحسيناه قوي وقت الكورونا when people had to stay home. دي حقيقة. اوكي when people had to stay home احنا بعنا حلوة على فكرة في الكورونا طبعا عشان كل الستات عشان الناس اخذت بالها انا عايزة اغير الستارة طبعا. انا عايزة اغير الفرنش طبعا فالناس اخذت بالها انه بيتها is محتاج تغيير محتاج تغيير. طيب ومحتاج تغيير في ايه around that time right before the time of corona كان طالع قوي المينيماليزم. So minimalism is exactly the opposite of nature. Okay, it has straight edges and في nature ما فيش أي straight edges. You don't see a straight ما فيش حاجة straight in nature, right? And it's never just white. فمن هنا I think this was the death of minimalism and the start of maximalism. دي حقيقة. Where people ابتدوا يدخلوا boldness and patterns and texture into their house. لما قعدوا فيه وحسوا إنه it's unnatural في الآخر إحنا we are humans and we strive to be living in nature. فأي حاجة عكس الnature عادة does not last. انت عارفة برضو في مثل دايما بحب أقوله لما اي حد مثلا من جيل ماما او اللي هو الجيل اللي اكبر من جيلي يعني اللي هو اكبر من الميلانيالز واكبر من الجنزيز لما بيجوا يخشوا بيت حد من ده لسه متجوز يقول له هو انت بيتك فاضي كده ليه؟ yes. واعتقد برضو ان الرد كان مناسب قوي بصورة مش بكلام. because we grew up in houses like this ويجيب لك بقى صورة بيت ماما كله ميسي yes. كله ذهبي كله نبيتي وبخضر بزيتي بحاجات كده مظبوط. فبرضو الجيل اللي طالع دلوقتي اعتقد ان هو مال اكتر للمينيماليست عشان كبر في بيت زحمه قوي